لا صوت يعلو فوق صوت الحمراوة. شعارهم: لن نترك الأحمر يسير وحده، نحن دائما خلفه سواء فاز أو تعثر. وفي مباراة استقبل فيها مولودية وهران نظيره شبيبة القبائل برسم الجولة الرابعة من رابطة المحترفة الأولى، نجح فيها أصحاب الأرض في حصد النقاط الثلاث بعد خسارة أمام أقبو في بجاية وتعثر أمام ترجي مستغانم في وهران. الشوط الأول انعدمت فيه الحلول واستمرت فيه المحاولات نحو مرمى القادمين من تيزي وزو دون جدوى. وفي الشوط الثاني دخل الكناري وعينه على المرمى، لكن غياب التركيز وتفطن دفاع المستضيف منعت صنع الفرص السامحة للتسجيل. مختار بالخيتر، عزيز مولاي وشكيب عوجان رسموا أجمل لوحة فنية في لقطة الهدف الأول الذي وقعه الأخير في الدقيقة 52 واضعا فريقه في المقدمة. الهدف الذي أوضح لنا أن المدرب الجديد غاريدو يملك قدرات فنية يستطيع بها النهوض بالفريق الوهراني. الفاعل هو شكيب عوجان الذي فرح الأنصار على مدرجات ملعب ميلود هدفي، يفرح الأنصار على مدرجات ملعب ميلود هدفي. الليلة الفوز والمطلب من أجل محو التعثرات، الليلة الانتصار. استمر الحال على ما هو عليه حتى الدقيقة 88 حيث سجل أبو خلدة ركلة جزاء بطريقة رائعة. ركلة الجزاء جاءت بعد عرقلة المهاجم باكوه، وهكذا وصل الحمراوة إلى النقطة 7 في الصدارة مؤقتا. يسجل ثاني الأهداف يمنح الانتصار لمولودية القبائل. شباكها تهتز بثاني الأهداف، يا له من تنفيذ ويا لها من ركلة من بوخلدة بهدوء.